السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. عارف الاي تي اف كان موجود في مصر. الاي تي اف اللي انت بتروح تكلمه في التليفون او تبعت له ايميل او واتساب عشان يجي يلحقك من اي ظلم وقع عليك في المركب، وبيروح لك لحد عندك ويحل لك مشاكلك ايا كانت ايه هي. فاكرين مشكلة الراجل السوري اللي كان في خليج السويس وحلها له؟ وانا كنت برضو عن تجربة، جه حل لي مشكلة في اول بداية بحري. اهو جه مصر بس ما لقاش بحارة تقابله. مش عارف انت سمعت عن الحكايه دي ولا لا؟ لو ما سمعتش عنها هنوريك اليوم كان ماشي عامل ازاي. اللي انا رحت حضرت يوم واحد، هو كان فيه يومين عايز يقابل 100 بحاره خلال كل يوم، يعني 200 مثلا، واللي حضر اكتر من كده. وكانت في حاجات هنرد عليها النهارده ورد فعل على الموضوع. وهنتكلم في الاول مين هو الاي تي اف وبيعمل ايه. الاي تي اف ده يعني عامه اللي انت بس تعرفه في المشاكل فقط، لا هنعرفك عنه كتير، ونتكلم ايجابيات الموضوع وايجابيات الزياره لمصر وسلبيات برضو الزياره لمصر نفسها، وشويه كلام كده في الاخر. بس يعني لما تكمل معانا المحتوى عامه، تعال شوف بقى اليوم كان ماشي عامل ازاي، وبدايه السفر لحد اسكندريه. وحضرنا كان مؤتمر في اسكندريه عامه في هيلتون في جرين بلازا. تعال نشوف اليوم كده وكمل معانا، واعمل لايك بقى. لسه عايز اقول اعمل لايك وسبسكرايب واشترك في القناة بقى وفعل مش عارف ايه وشير وحاجات من دي. الناس البحارة لو كملت معايا للآخر يبقى انت مهتم، لو ما كملتش يبقى انت اساسا مش في بالك. موضوع حلو وشيق. شوف المحتوى اللي جاي وارجع لي. كمل، ها كمل. صباح الخير، في طريقنا لمؤتمر الاي تي اف. اهلا وسهلا بيكم، كل عام وانتم بخير. ويلا بينا من بلدنا على اسكندريه عشان نحضر المؤتمر بتاع الاي تي اف البحاره التاني ليا. فيا رب يكون عند حسن. الخير مشوار هو كده ايه بنحب نعمله دايما لما يكون في مؤتمرات نحب ان نحضرها يعني. وصلنا محطة القطر، يلا بينا. ما احلاها عربية الفول اللي انا وحشاني خالص بقالها سنين. الورشات برنامج اليوم في عدة ورشات سنحاول أن تكون صغيرة قصيرة. وهذه الورشات هي حول مواضيع متعددة. كل هذه المواضيع التي اخترناها هي من اهتمامكم واهتمامكم، وهي ورشات ومواضيع تهمكم وتهمكم أولا. مباشرة لنا أن تقوموا بتحدياتكم بطرح أي موضوع، لأن بيننا نحن أربعة وكثير من التجربة مجموعة، ونريد أن هذه التجربة هذا أيضا من المطالب الأساسية التي نعمل عليها. نحن طبعا نقوم بكثير من العمل، البحث، التربية، التكوين المستدام من بواخر عدم الموائمة، لأننا نريد بأن ملاك البواخر المصريين يسجلوا بواخرهم في مصر. نريد ملاك البواخر اليونانيين يسجلون بواخرهم داخل اليونان، لأن هذه الطريقة أن يكون القانون هذه الدول يطبق على تلك البواخر، وبالتالي لدينا 130 مفتش، بين مفتش ومفتشة في كل أنحاء العالم. هؤلاء 130 مفتش ومفتشة في العديد من موانئ وبلدان العالم. دورهم The Maritime Labour Convention is the most recent of these conventions and forms the fourth pillar of maritime rights, and is known as the Seafarers Bill of Rights. الMLC هي معروفة تحت اسم اللبنة الرابعة 2022 118 في تزايد رغم كل المجهودات وكذا. الظاهرة هذه السيئة الذكر ما زالت في تزايد. في 2019 كما ترون كانت فقط 40 حالة حشر بحار. هذا لا يعني بأن في 2019 فقط
ما نفهم نحن بأنه فقط لم نكن نعرف. كان ممكن أن يتفادوا هذا، يسألون قامته، تسألون، يدخلون على الابلكيشن، صدر هذا الابلكيشنز الاي تي اف يمكن ان يروا بأن الباخرة فيها مشاكل وفيها عدم وجود إلى غير ذلك. يمكن أن يتفادى. البحار أيضا لديه دور. After we've gone back, we will speak to IMEC, which is the employers group, and we will say to them, look, we've been to Egypt, we've seen a lot of. لان احنا بنطالب، طالبنا وزير القوى العامله وطالبنا الدوله وماشيين فيها ومش هنسيبها، لان هي النهارده دي الحاجه الوحيده اللي هتحرك للبحار. But just think, in this room we have captain, in this room we have chief engineer, in this room we have young seafarers. You all have a job, for example, good job in a multinational company, but you are not well. What happened? The money. What I'm saying that even a kid, if the stress is not too long, like 5-6 year kid, having exam every day can be stressful. Examination. محمد علي، إبراهيم حسين. بعد ما شفت اللقطات اللي فاتت واتفرجت على المحتوى والزياره واليوم في اسكندريه كان عامل ازاي والمؤتمر والحاجات دي كلها، يبقى انت مهتم وعايز تعرف مين هو الاي تي اف وايجابيات وسلبيات وبعض الكلام عن الزياره نفسها لمصر. فهنتكلم النهارده بعد ما تكون شرفتني وعملت لي لايك وسبسكرايب ونشرت المحتوى كله بين صحابك يعني. تعال اعرفك مين هو الاي تي اف الاول. الاي تي اف ادانا مجله حلوه صغيره كده، ممكن تدخل على الويب سايت بتاعهم وتنزلها، او ممكن تكتبها مثلا باي ارابيك وتنزلها برضه عامه، او لو ممكن تلاقيها في اي يوم كده لو زرت اي بلاد بره هتلاقي المجله دي موجوده. الاي تي اف هو الاتحاد الدولي لعمال النقل. كل عمال النقل اللي موجوده في العالم كلهم، من سواقين اتوبيسات لتريلات لقطارات لسكه حديد لمواني، كل الناس دي تحت طائله او تحت منظمه الاتحاد الدولي لعمال النقل، اللي هو بيحافظ على حقوقهم وسلوكياتهم والنشاط الثقافي بتاعهم، بيتعاون مع النقابات بتاعتهم عشان يجيب الحقوق بالنسبه لعمال النقل كلهم. فهو لاحظ ان بريطانيا، وانا نزلت محتوى مهم جدا انك تشوفه عن بريطانيا، ليه بريطانيا اقوى دوله بحريه في العالم. من ضمن الحاجات اللي انا اتكلمت عنها ان منظمه الاي تي اف موجوده فيها، وهي بدات فيها ومهتمه بالحقوق ديت مع منظمه العمل الدوليه ان هم يرجعوا حقوق البحاره. فلاحظوا ان في بريطانيا حقوق العمال المواني، حقوق البحاره ضايعه جدا جدا، من ضغط شغل عليهم، من ساعات عمل، من اكل، من اجور ما بتقبضهاش البريطانيين او ملاك السفن هناك يعني عامه، او المنظمه او الحكومات اللي بتعين عمال المواني. فبدا يدخل في الموضوع ويتعرف على حقوق البحاره عامه جدا. منزلين هم الاستراتيجيه بتاعتهم والانجازات اللي هنا متكلمين عنها اللي حصلت في سنه 2022 ولسه برضه بيتكلموا في 2023. فبيقولوا ان هم الحملات اللي قاموا بيها الاي تي اف السنه اللي فاتت في 2022 كانت على 8714 مركب، كان في اجور بس عايزه تسترد لبحاره ب 36 مليون و316 الف، لعدد بحاره يصل ل 280 الف بحار. وانا واحد من الناس كنت جربت في سنه 2013 مشكله كانت عندي، وكان برضو الاي تي اف جه فيها وحلها لي بصراحه يعني مش هكذب. اجمالي عدد الاتفاقيات اللي كانت مخترقه بالنسبه للاي تي اف 13260، خرق العقود 1941. فالناس طبعا مهتمين، واحنا عارفين كل ده ان الاي تي اف اللي هو الاتحاد الدولي لعمال النقل بيقوم بحل مشاكل البحاره كلها. وانتوا اكيد جربتوا الحكايه ديت، اللي جرب منكم الموضوع يعني واللي شافه هيبقى بيتكلم في الحكايه ديت عادي جدا، وهو عارف مين هو الاي تي اف. فانا مش جاي اشرح هنا، بس هم الاستراتيجيه بتاعتهم عامه الايام ديت ان هم يواجهوا بقالهم 70 سنه بيواجهوا اعمال المنفعه اللي احنا طبعا مش لاقيين لها حل، وهي سبب الكوارث كلها اللي موجوده في النقل البحري عامه بعدم يعني ما بيطبقوش اتفاقيات وشغل اللي احنا فاهمينه والمراكب القديمه والكلام ده كله في اعلام المنفعه يعني. فهم بيحكوا ايه تاريخهم معاهم، وبيقول لك بقى الاستراتيجيه بتاعتهم برضو بعد ما مصر وقعت الام ال سي، وكانوا فرحانين بالحدث ده لان الحدث كبير جدا بالنسبه لموقع مصر في الوقت الحالي. هو موقع بالنسبه لهم هم يعني عامه مهم جدا ان المفتشين تدخل ويكون في دوله زي مصر ماضيه الام ال سي، فيقدروا يتكلموا معاها ويروحوا ويجوا ويحلوا مشاكل البحاره. حتى في مفتش قال لك ان 70% من المشاكل اللي بتحصل في مصر للبحاره عامه وبتكون موجوده في مصر، زي مشكله الراجل السوري اللي كان موجود مثلا في خليج السويس وهم راحوا حلوها، والمراكب الليبيه والماليزيه والفيتناميه اللي بيجوا هنا في مصر والصينيه، وكل الحاجات اللي هم بيحلوا مشاكلهم بتكون موجوده في
موقع في مصر. فبالنسبه لهم ان اتفاقيه زي الام ال سي تتمضى دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لهم. ان هم كمان يتكلموا مع السلطات المصريه في اتفاقيه الام ال سي، والسلطات المصريه عارفه، والمؤسسات والنقابات اللي كانت موجوده، اللي انا بقول لك كان الوضع مش كويس بالنسبه لي، وانا كنت عايز امشي من وسط المؤتمر وامشي، لان ما كانش عاجبني الحال ومش عاجبني اساسا اللي كانوا موجودين. بس الايجابيات كويسه جدا، ان دي زياره مهمه من ناس مهمين في قطاع كبير زي النقل البحري وقطاع البحاره عامه، جايين يتكلموا معاك، عايزين يتعرفوا على مشاكل البحاره، يتعرفوا على مشاكل الام ال سي وتطبيقها في مصر اللي هي لسه ما اتطبقتش بكل حذافيرها، يعني لانها لو اتطبقت هتنقلنا نقله كبيره جدا ان شاء الله، بنتمنى كده، وهتحطنا في موضع كبير جدا بالنسبه لملاك السفن، وهتخلينا في صوره كويسه جدا. الاتفاقيه زي دي تتمضى، وكان لازم القرار ده يتاخد من زمان، بس الحمد لله اتاخد دلوقتي، ودي حاجه مفرحه جدا. فبالنسبه لهم دي ايجابيه كبيره جدا. ايجابيه كمان استراتيجيه، لان دلوقتي ان الاي تي اف يجي يزورك في مصر، فان هو بعد كده هيبدا يعمل اتفاقيات ويبدا يعمل مسودات ونشرات، ويبدا يحط مصر في استراتيجيته هو كمان، فيبدا يجي هنا يزور اكتر من مره. فانا عايزك لو سمعت عن حاجه زي كده، انا حضرت 3 مؤتمرات قبل كده للاي تي اف بزياره من نقابه الضباط البحريين يعني، وكان مؤتمرات كويسه جدا. كنا بنتكلم في الاجازات اللي انا بنزل فيها، بيبقى حظي حلو جدا. بس اللي حضرته ده الاخير اللي ضايقني، لان اللي كان مش موجود ما كانوش بحاره، كان موجود ناس بيقولوا ان هم بحاره بس هم مش بحاره عامه، وانا اتضايقت من الموضوع ده. وكان في مشاكل في وسط الناس اللي كانوا موجودين، لان ال3 نقابات ال4 اللي كانوا موجودين هناك او ال3 كان في بينهم يعني تاتشات كده وحاجات من دي، انا مش حابب الحاجات دي. بس الايجابيات زي ما قلنا ان الام ال سي طبعا توقعت، فالاي تي اف بالنسبه له دي اهم حاجه، ودي كانت من اهم الحاجات اللي هو عايزها. حقوق البحاره عايز يتكلم فيها، ايه الاستراتيجيه اللي هتكلم فيها مع السلطات المصريه، وايه الحاجات اللي هو عايز يعملها. مؤتمرات تانية هتيجي بعد كده، وهيبقى ليه زيارات مهمه جدا. تاني حاجه، انت طبعا هتاخد من الناحيه الماديه كويس جدا، ان الاي تي اف لما هيحط سبوت عليك يبدا يعمل معاك اتفاقيات، ويبدا يعمل معاك معاهدات. الستة والسبعة والثامنة في ايجابيات كتيره جدا للموضوع، والموضوع ده مهم بالنسبه لنا احنا كبحاره، ان الاي تي اف يحط سبوت علينا ويبدا يتفرج على البحاره العرب او المصريين عامه، ايه مشاكلهم، ايه ردود فعلهم، ايه هم عايزينه من الاتفاقيات اللي جايه، حقوق البحاره، اجور البحاره، المعاهدات، الاتفاقيات، الضغوط، السلوكيات. حتى هو بيتكلم هنا عن نظام الهجر، وازاي تبحث عن وظيفه، وازاي تكلم المفتشين البحريين عامه بره. بس الايجابيات كتيره جدا، ولكن السلبيات اكتر. اولا، احنا لسه متاخرين في الموضوع، بنقدم بصوره مش كويسه جدا بالنسبه للحته النقابيه في موضوع الاي تي اف عامه، ان هو يخاطب 3 4 نقابات. دي ماشي ممكن تكون موجوده في بعض العالم بره، بس ولكن السلوكيات اللي بتتقدم بيها او الاسلوب اللي بيتقدم بيه المشاكل للاي تي اف مش كويس جدا، مش عاجبني الاداء ده خالص. تاني حاجه، ودي اهم حاجه بالنسبه لي، الاستراتيجيه اللي هيدار بيها موضوع الاي تي اف في مصر مش حلو خالص برضو، مش حلو بتاتا اساسا، بدون ما نوضح المشكله. التالتة، حقوق البحاره عامه في مصر لسه معدومه ولسه فيها مشاكل، فدي برضو بالنسبه للسلبيات بالنسبه لي. فسلبيات الزياره ان هي ما طلعتش باقوى حاجه. انا ما اعرفش ايه اللي حصل طبعا بعد كده في ال5 ايام، ولكن اتمنى لو حصل حاجه تتنشر ونعرفها كلنا. بالنسبه لي بقى، في بعض الكلام للبحاره اللي بيسمعوني، انت لما تسمع عن حاجه زي كده لابد انك تحضر وتكلم وناقش وخبط واعمل هنا وانضم لده وما تنضمش لده. ولو انضمينا بقى للنقابات، عايزين نتكلم بقى في انتخابات جديده، في شكل جديد للبحاره، شكل سياسي يتعامل للبحاره، اسلوب علمي يتطبق بيه. التجارب موجوده بره، احنا لو جبناها هنا هنوصل بيها لبر الامان. يعني عندك تجارب الفلبين واوكرانيا، احنا مش هنخترع حاجه الا التجارب موجوده، بس مجرد ما هناخدها، وانا مش عايز اتكلم فيها. السلبيه بقى المهمه بالنسبه لي، ان الاي تي اف يجي يخاطب ناس مش بحاره، وبعدين يتكلم في اللي هو عايز يقوله، واللي مش عايز يقوله مش عايز يعرفنا بيه. فدي كانت برضو من الحاجات اللي مضايقاني، لان انا كنت عايز اسال اسئله كتير جدا ما خدتش حقي فيها، وما سالتش اساسا ولا سؤال. هو سؤال بتاع الاتفاق بتاعت ال 185 الاس اي دي، وما كانش ليه هو موجه ليه، بس هم قالوا ان هم هيحلوها. ودي مشكله البرازيل اللي مش عايزه تتحل عامه. وبعد ما نشوف الفيديو ده، ممكن لو اتحلت بعد كده نبقى نتكلم فيها. فعامه الاي تي اف بالنسبه لي زيارته لمصر كانت مهمه، وممكن تكون حققت مكاسب. طبعا هي لسه ما انتشرتش. والسلبيات بس كلها في عدم وجود البحاره عامه في حاجات زي كده. تاني حاجه، احنا لسه وضعنا البحار المصري لسه مش موجود بصوره كبيره جدا في العالم لسه. فدي حاجه ممكن تنتشرنا عن طريق الاي تي اف، ان هو يبدا ينشر حاجات زي كده في مجلاته وبتاع والزيارات. فطبعا انتوا فاهمين الملاك الاوروبيين
فيهم اللي يسمع عن ان في بحاره في مصر وفي اللي ما يسمعش عنهم، فدي حاجه مهمه بالنسبه لنا. مش عايز اطول عليك، ومش عايز اقول لك ان اتفاقيه الام ال سي اللي اتمضت انا قلقان ان هي ما تطبقش بكل حذافيرها. انا نفسي تطبق بكل حذافيرها، يعني بكل القواعد اللي فيها. دي حاجه مهمه بالنسبه لي جدا، مش مجرد بس ان انت مضيت ووقعت عليها فان يطلع شهاده للمراكب او العلم اللي موجود على العلم المصري يطبقها على السفن بتاعته. لا، احنا عايزينها كل حاجه تطبق فيها، حتى بالحقوق البريه اللي موجوده على البر. بتمنى ده من جوه من كل قلبي. ممكن نعمل عنه مؤتمرات ومحتويات هنا على اليوتيوب لو حد عايز يعني، او حد عايز يشترك معايا ونطلع بره نتكلم ونتناقش فيها، ده مهم. بس مش هطول عليكم، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. ودي كانت الزياره بتاعت الاي تي اف اللي هو كان موجود في مصر. السلام عليكم.